الليل كان ساجي والهواء ساكت بطريقة تخلي القشعريرة تمشي في بدنك. صوت خطوات خفيفة على الحصى قدام حويلي قديمة، وكأن أحد يمشي وراك، بس كل ما تلف ما في أحد. الباب الخشبي الضخم يصر من قدمه، وكأن الحويلي نفسها تتنفس بصوت ثقيل ومخيف. في هاللحظة حسيت بشي يلمس كتفك من غير سبب، قلبك يقف والهدوء اللي حواليك صار ثقيل. كل ثانية تزيد التوتر أكثر وأكثر. محمد شاب عشريني دايم يحب المغامرات، بس هالمرة حس بشيء مختلف. حويلي جده في أطراف الكويت، مهجورة من سنين طويلة، تحكي عنها قصص غريبة عن أشباح وصرخات بالليل. لكن محمد ما كان مصدق لحد ما قرر يكتشف الحقيقة بنفسه. أول ما دخل الحويلي ريحة العفن والرطوبة ضربت أنفه، والظلام كان يبتلع كل زاوية. الكاميرا اللي معه كانت تسجل كل لحظة، بس فجأة الشاشة صارت تتلخبط، صور غير واضحة وأصوات همس مكتومة تجي من كل مكان، وكأن الحويلي نفسها تهمس باسمه. وهو يتقدم على السلالم القديمة، كل خطوة تصدر صوت كخشخشة عظام، والسلالم تتحرك تحت وزنه، كأن الحويلي تتجاوب مع كل حركة. فجأة من فوق ظل غامض يلمع بعين واحدة، يختفي بسرعة، بس أثره يترك برودة في المكان. محمد قلبه صار يدق بسرعة، قلبه صار كأنه يصرخ، لكن صوته ضاع بالظلام. الممرات ضيقة والجدران مليانة شعارات قديمة، خطوط وكلمات ما يفهمها، وكأنها تحذير من شيء قادم. في هاللحظة الباب الخلفي للحويلي يفتح فجأة بدون سبب، الهواء يدخل بقوة ويصرح فيه صوت مكتوم يقول: ارجع أو راح تضيع زي الباقين. محمد يحاول يركض، بس كأن الحويلي نفسها تمنعه من الخروج. الأبواب تتحرك، النوافذ تقفل، وكل ما يحاول يهرب يلقى نفسه بمكان ثاني من الحويلي، كأنها متغيرة. وصل للطابق الثاني، وهناك صالة كبيرة مليانة أثاث مكسور، مرايا متشققة تعكس صور مشوهة. فجأة مرايا بدأت تتحرك بنفسها، تعكس أشخاص مو موجودين في الواقع. محمد شاف انعكاسه، بس وجهه كان مختلف، عيناه سودة، ابتسامته مشوهة، كأنه نسخة شريرة منه. الصوت المكتوم صار أقوى: هنا كل اللي يجي يظل. محمد يحاول يصيح، بس صوته بيضيع في المكان، والهواء يصبح ثقيلا لدرجة أنه ما يقدر يتنفس. هو يتحرك بحذر باتجاه غرفة صغيرة، الباب يصر، وداخل الغرفة على الحيط لوحة قديمة فيها صورة عائلة، لكن وجوههم مو طبيعية، عيونهم واسعة وكأنها تتبعك. فجأة صورة الرجل تتحرك، يرمش بعينه وكأنه حي. محمد يتراجع، قلبه ينبض بقوة، يحس إنه الجو كله يتقرب منه، وكل ظل يتحرك بدون سبب. في الزاوية سمع صوت خطوات صغيرة، خطوات طفل، لكن المكان مهجور من سنين. الطفل ظهر فجأة وشكله غريب، نصف وجهه مفقود، وهو يبتسم ابتسامة باردة ويهمس باسم محمد. محمد بيرجع للخلف، يسقط على الأرض، وسرعان ما يسمع صوت خنق من وراه، كأن حبال انفيزيبل تقبض على رقبته. هاللحظة كانت البداية فقط، الحويلي بدأت تكشف أسرارها. كل غرفة، كل درج، كل زاوية تحمل روح من الماضي، روح ما تتركك. محمد حس إنه الزمن توقف، وكل ما يحاول يتحرك كل خطوة تزيده قرب من شيء مظلم، شيء كان ينتظره من زمان طويل. فجأة شاشة الكاميرا اللي معه تعطلت، وكل الغرفة صار فيها ظلام كامل، إلا عين صغيرة تلمع في الزاوية تحدق بدون رحمة، كأنها تعرف كل خطوة رح يسويها. محمد سمع الصوت مرة ثانية: ما في هروب، الحويلي تحبك هالمرة. وهنا ينتهي الجزء الأول، ويبقى التساؤل: شنو هذا الشيء اللي بيراقبه؟ هل يقدر محمد ينجو، ولا الحويلي راح تكون سجنه الأبدي؟ محمد يظل على الأرض، قلبه يدق كأن كل ثانية ممكن تكون الأخيرة. الظلام كله حوله، بس العين الصغيرة في الزاوية ما تتحرك، تحدق بدون رحمة، كأنها تعرف كل خطوة رح يسويها. فجأة حس بتيار بارد يلف جسده، وأصوات خافتة تتردد، همسات أشخاص مختفين، صرخات ضايعة بين الجدران القديمة.
محمد حاول يتحرك بس رجله كأنها مغلوبة على أمرها، كل خطوة يحاول يسويها تصير أثقل من اللي قبلها. هو حاول يركز على الكاميرا بس الشاشة مشغولة بضوء أحمر يرمش ويعرض صور مشوهة للحويلي، غرف تتحول، أبواب تظهر وتختفي، والجدران تتحرك بطريقة غير طبيعية. فجأة ظهر باب ما كان موجود قبل، باب خشبي صغير مفتوح جزئيا ومنه يطلع صوت أنين مخنوق. محمد رغم خوفه حس إنه هالشيء ممكن يكون طريقه للنجاة أو على الأقل لفهم سر الحويلي. دخل من الباب وللحظة الظلام صار يخف، بس المكان اللي دخله كان غرفة مليانة كتب قديمة وأوراق متسخة، كل كتاب مفتوح على صفحة فيها رموز غريبة وكلمات مو مفهومة، بعضها بالخط اليدوي والبعض الآخر محفور على الصفحات. محمد لمس أحد الكتب وفجأة صفحة الكتاب تتحرك من نفسها وتظهر كلمات: اللي يدخل هنا لازم يختار الروح أو الهروب. محمد قلبه توقف من الصدمة ويحس إنه هالكلمات موجهة له شخصياً. فجأة صوت الطفل المخيف ظهر من جديد يقول: مو كل اللي يدخل يرجح، البعض يبقى للأبد. محمد يحاول يصيح لكن صوته بيضيع في المكان. فجأة الأرض تحت قدميه بدأت تتحرك كأنها تحاول تبتلعه، كل خطوة يحاول يتحرك فيها تجيب صوت صرخة مكتومة من تحت. بينما يحاول الثبات، شاشة الكاميرا أظهرت مشهد غريب، صور محمد من الماضي، لحظات عائلية، صور أصدقاء، وكل صورة تتحول تدريجيا إلى مشهد مرعب. وجوههم تتشوه، عيونهم تصير سودة، ابتساماتهم تصير لشيء شيطاني. محمد حس برعشة شديدة كأنه مراقب من روح كل شخص مر بالحويلي قبل. هو حاول يهرب من الغرفة لكن الباب أغلق بقوة والهواء صار ثقيل جدا. يسمع صدى خطوات كثيرة، خطوات أشخاص مو موجودين، كأن كل من مات بالحويلي الآن موجودين يطاردونه في الصمت. محمد ركض بسرعة بس كل ما يحاول يفتح باب الباب يتحول لحائط، وكل ممراته صارت متشابكة كأن الحويلي نفسها تحبسه. وصل لممر طويل الجدران فيه مليانة رسومات بألوان غريبة، أشخاص مرسومين وجوههم تعبانة وعيونهم واسعة. فجأة رسم على الحائط اتحرك كأنه حي وإيده تمتد نحو محمد. محمد قفز للخلف بس الأرضية انهارت تحت رجله وسقط في غرفة سفلية مظلمة جدا. الغرفة كانت مليانة مرآة كبيرة، وكل ما يلمس المرآة وجهه يتحول تدريجيا إلى شكل مرعب، نفس الشيء اللي شافه قبل. صوت الطفل المخيف ظهر مرة ثانية والمرآة بدأت تتحرك، تعكس أشباح تطل من الداخل، كلهم يصرخون باسمه: محمد، محمد، لا تهرب. محمد يحاول يقفل عيونه بس الأصوات ما توقفت، وفجأة شعر بشيء يلمس كتفه مرة ثانية، نفس اللمسة اللي حس فيها في البداية. لما التفت ما شاف شيء بس انعكاسه في المرآة كان واقف ورا ظهره، ابتسامة شريرة، عيون سودة بالكامل. محمد سحب نفسه للغرفة الأخرى وبدأ يسمع همسات من الحيطان: تقدر تهرب؟ لو تقدر، الحويلي ما بتسمح. محمد بدأ يركض في الممرات، كل خطوة تصدر صدى طويل، وكل باب يحاول يفتحه يقود لمكان ثاني، كأن الحويلي نفسها تلعب لعبة معه. فجأة وصل لصالة كبيرة فيها درج قديم يؤدي للطابق الثالث، درج خشبي متهالك، كل خطوة على الخشب تصدر صوت ككسر عظام. محمد بدأ يصعد وكل خطوة تزيد قرب من شيء مظلم، كأنه الظل اللي شافه في البداية صار يلاحقه عن قرب بس لا يبن بالكامل. في الطابق الثالث وصل لغرفة مليانة دبر وقطع أثاث قديمة، بس في وسط الغرفة طاولة صغيرة وفيها صندوق خشبي قديم. محمد فتح الصندوق ولأول مرة يلمس شيء يعطيه شعور بالراحة. داخل الصندوق كان فيه دفتر صغير يحتوي على مذكرات شخص عاش في الحويلي قبل مئات السنين. المذكرات بتحكي عن لعنة، عن أرواح محبوسة، عن ظلام لا ينتهي، وعن كيان غامض يعيش في زوايا الحويلي ويأخذ كل من يدخلها. محمد قرأ بصوت خافت: اللي يدخل الحويلي يعيش بين الواقع والظلام، وكل يوم يمر يصبح جزء من الحويلي، ولا يقدر يهرب إلا لو عرف سرها. فجأة باب الغرفة انقفل بقوة والهواء صار مثل السم، صعب التنفس. وفجأة صرخ الصوت: الوقت انتهى، اختار بسرعة.
والظل ظهر بالكامل، شخصية كبيرة عيونها تلمع باللون الأحمر، ابتسامة باردة تمتد إيده نحوه. محمد كان قدامه خيار، يا يحاول يواجه الكيان يا يصير جزء من الحويلي للأبد. قلبه ينبض بقوة، أصابعه ترتشف، كل لحظة صمت كانت تزيد خوف. فجأة صوت الطفل المخيف ظهر من جديد يقول: لو تقدر تهرب أسرع قبل ما يسيطر عليك. محمد يتنفس بسرعة ويقرر يركض نحو الباب الأخير اللي انفتح فجأة من تلقاء نفسه. لكن في آخر لحظة قبل ما يدخل ضوء خافت يظهر على الأرض، وكأنه كل الطريق مليان رموز غريبة تلمع. محمد يدرك إنه كل خطوة محسوبة وكل حركة ممكن تكون مصيره النهائي. وهنا ينتهي الجزء الثاني مع استمرار التوتر. هل محمد ينجو أو هل الحويلي رح تكون سجنه الأبدي؟ محمد واقف عند الباب الأخير، قلبه يدق بسرعة غير طبيعية وكل شعرة بجسده واقفة من الخوف. الجو مظلم كليا، بس الضوء الخافت اللي على الأرض يرسم رموزا غريبة تتحرك وكأنها تتنفس. في هاللحظة حس بشيء يلمس رجله، الأرضية نفسها تتحرك كأنها حية، وكل خطوة يسويها تصدر صوت أنين مكتوم. فجأة ظل ضخم يظهر خلفه يملأ الغرفة كلها، عيون حمراء لامعة تحدقه، الابتسامة الباردة اللي شافها قبل في المرايا ترسم على وجهه. محمد حاول يصرخ بس الصوت ضاع في الصمت، وكلما حاول يتحرك ظل اليدين اللي ظهروا فجأة من الظلام يمسكونه من كل جانب، يقيدونه بدون ما يلمس جسده. فجأة الصوت المخيف للطفل يقول: ما عاد في وقت، اختار قبل ما تصير جزء من الحويلي للأبد. محمد قلبه يقف للحظة، يحس إنه كل ثانية فيها خيار واحد: مواجهة الظل أو الاستسلام للظلام. قرر محمد يركض عبر الضوء الخافت، كل خطوة كانت مليانة رعب، وكل حركة تزيده قربا من شيء غير مفهوم. الرموز على الأرض بدأت تتحرك معه، تتوهج وكأنها ترشده لمكان محدد. لكن فجأة الأرض انهارت وسقط في غرفة تحت الأرض، غرفة مظلمة جدا فيها صوت خنق مكتوم وأصوات صرخات مختلطة، كأن كل الأرواح اللي ماتت في الحويلي محشورة هنا. الغرفة كانت مليانة مرايا مكسورة، وكل مرآة تعكس صور محمد وهو يتحول تدريجيا إلى ظل أسود. اليدين اللي مسكته قبل صارت تظهر في كل مرآة، تتحرك بدون سبب، وكل انعكاس يصرخ باسمه. محمد حاول يهرب، لكن المرايا تتغير من مكان لمكان، وكل زاوية تحوله لمكان أعمق وأكثر رعبا. فجأة في زاوية بعيدة شاف ضوء خافت، شعور غريب بالراحة. تحرك نحو الضوء وكل خطوة فيها صعوبة، كأن الحويلي نفسها تمنعه من الاقتراب. وصل لممر طويل فيه باب قديم مغطى بالغبار، والهواء حوله صار بارد جدا. لما فتح الباب وجد نفسه في غرفة مليانة كتب قديمة، نفس النوع اللي شافه في الطابق الثالث، بس هالمرة الكتب كانت مفتوحة على صفحات تظهر رسومات لشخصيات مظلمة، وكل شخصية كان اسمها مكتوب، واسم محمد كان مكتوب على أحد الكتب. محمد قلبه يقف، يحس إنه كل لحظة فيها مصيره محسوم. فجأة الصوت المخيف للطفل يقول: اللي يدخل الحويلي يصير جزء من الظلام، بس بعض اللي يقدر يواجه يكون حر. محمد قرأ بصوت خافت الكلمات غريبة، لكن فجأة الرموز على الأرض تتوهج بقوة، الضوء يغمر الطابق كله، والظل يحاول يختفي، يصرخ بطريقة مكتومة كأنه مؤلم. محمد يحس بقوة داخله، شيء ما يعرفه، يحس إنه يقدر يسيطر على الظل، يحاول يركز كل طاقته، كل خوفه وكل شجاعته. الظل يحاول يسحبه إلى الظلام، أصوات الأرواح تصرخ باسمه كأنها تحذره من الفشل، لكن محمد ما يتراجع. فجأة الرموز على الأرض تنكسر، الضوء يغمر الظل بالكامل، والظل يبدأ يختفي تدريجيا، صوته يتحول إلى همسات مكتومة: ليش؟ ليش ما تخاف؟ ليش؟
محمد يقف يتنفس بصعوبة، يتعرق، بس لحظة انتصاره كانت قصيرة، لأن فجأة باب الغرفة ينفتح من تلقاء نفسه، والهواء يهب بقوة. يسمع أصوات خطوات كثيرة قادمة من كل مكان، كأن الحويلي نفسها تحاول الانتقام، لكنها خافت بعد ما شاف قوة محمد. محمد يقرر يخرج، يركض عبر الممرات، كل خطوة فيها صعبة، بس الإصرار يغلب الخوف. وصل للطابق الأرضي، الباب الكبير اللي دخل منه في البداية كان قدامه، بس فجأة ظهرت مرايا صغيرة على كل حيط تعكس ماضيه، كل قرار اتخذه، كل لحظة ضعف وكل خوف. محمد قلبه يقف للحظة، بس تذكر القوة اللي حصل عليها وقرر يواصل. يركض عبر الباب، يدخل الضياء خارج الحويلي، الهواء البارد ينشف عرقه، وصوت الأرواح يختفي تدريجيا. لكن قبل ما يخرج بالكامل يسمع صوت الطفل المخيف مرة أخيرة: الحويلي تراقبك وما تنسى أبدا. محمد يخرج، يقف تحت ضوء القمر، يتنفس بحرية، لكنه يعرف أن تجربة الحويلي ستظل تطارده للأبد. وكل ليلة، كل ظل، كل صوت غريب ممكن يكون تذكير للوحش اللي شافه داخل الحويلي. وهنا ينتهي الجزء الثالث مع شعور محمد نجا مؤقتا، لكنه ما يعرف أن الحويلي ما زالت تراقبه، والظل اللي واجهه ممكن يرجع بأي لحظة. محمد واقف برا الحويلي، الجو هادئ بس قلبه يدق بسرعة، وكل شيء حوله يبدو طبيعي إلا شعور غريب يضغط على صدره. فجأة يسمع همسة خافته: محمد، ليش تحاول تهرب؟ الصوت يجي من كل مكان، كأنه يرن داخل راسه، والظل اللي واجهه في الطابق الأخير يلمع بعينيه الحمراء من بعيد، يختفي ويظهر بسرعة، وكأن الحويلي نفسها تعاكسه من بعيد. محمد يحاول ينسى الحويلي، يمشي في الشارع المظلم، بس كل ظل، كل حركة في الظلام تخليه يلتفت وكأن شيء يتبعه. الأرضية تصدر أصوات خفيفة، الحجارة تتحرك تحت قدميه، والهواء يشتد فجأة وكأن الحويلي تحاول سحبه مرة ثانية. محمد يحاول يركض، بس كل خطوة تحسها أبطأ، وكل صوت من حوله يزداد وضوحا: همسات الأرواح، صرخات مكتومة، ضحك غريب. وصل إلى سيارته، يحاول يفتح الباب، لكنه يكتشف إن كلم المفتاح ضاع. فجأة ظهر ظل الطفل المخيف قدامه، نصف وجهه مفقود، الابتسامة الباردة تعكس ضوء القمر، يقول: مو كل من يهرب ينجو، الحويلي تراقبك، وكل مرة تهرب تكون أقرب من البداية. محمد قلبه يوقف، يحاول يتكلم بس صوته يضيع وكأن الهوى يسرقه من فمه. قرر محمد إنه لازم يواجه الحويلي بطريقة مختلفة، مو بس هروب. دخل للحويلي مرة ثانية، لكن هالمرة كان عارف إن كل خطوة محسوبة. دخل من الباب الخلفي اللي كان يفتح نفسه، والظلام كان يستقبله. أصوات الأرواح تعلو، الجدران تتحرك، الرموز على الأرض تلمع بطريقة غريبة، وكأنها ترشد محمد لمكان محدد. وصل للطابق الثاني، هناك كل الغرف متغيرة، مليانة مرايا كبيرة، وكل انعكاس يعطيه تحذير: ما في هروب، لو تحاول تصير جزء من الظلام. محمد قلبه يوقف للحظة، بس يتذكر قوة اللي اكتسبه قبل، ويقرر يتابع. يركض عبر الممرات، يقفز فوق الطاولات المكسورة، يتجنب الظلال اللي تحاول تمسكه. وصل لغرفة الطابق الثالث، حيث الدفتر اللي قرأ منه سابقا. فجأة الكتب تتحرك من نفسها، صفحات تطير وتظهر كلمات جديدة: اللي يواجه الظل لازم يعرف سر الحويلي، سرها القديم، أو يصير جزء من الظلام للأبد. محمد يحاول يركز ويبدأ يقرأ بصوت عالي، الكلمات القديمة تتحرك، الرموز تلمع، ويظهر له مسار غريب على الأرض، الطريق إلى قلب الحويلي، مكان الظل الأساسي. محمد يسير على الرموز، كل خطوة فيها صعوبة، الظلال تحاصره، أصوات الأرواح تزداد، لكن عزيمته أقوى. وصل لغرفة ضخمة، قلب الحويلي،
هناك الظل الكبير كاملا، عيونه حمراء لامعة، يبتسم ابتسامة شريرة، يمتد يديه الطويلة نحوه. محمد يحاول يركز على الرموز اللي على الأرض، يبدأ يقرأ بصوت عالي، كل كلمة تصدر وميض. الضوء يغمر الغرفة والظل يحاول الاختفاء، يصرخ بطريقة مكتومة: ليش؟ ليش ما تخاف؟ ليش؟ محمد يوقف، كل نفس يحاول يسيطر على خوفه. فجأة المرايا تتكسر، الضوء يملأ الغرفة والظل يبدأ يضعف، لكنه يقول: هذه المرة مو النهاية. محمد يصرخ: أنا ما أخاف، أنا أعرف سر الحويلي، ويبدأ يمشي نحو قلب الغرفة حيث الرموز تتوهج أكثر وأكثر. وفجأة تظهر لوحة قديمة على الحائط تحكي قصة لعنة الحويلي. قبل مئات السنين عائلة كانت تسكنها، وكان فيها شخص مظلم يجمع أرواح من يدخلون الحويلي. كل روح تصبح جزء من الظلام وما حد يخرج حي. محمد يفهم الآن إن كل الأرواح اللي سمع أصواتهم قبل كانوا ضحايا، والظل اللي واجهه هو روح الشخص الملعون يسيطر على الحويلي ويحاول يجذب كل من يدخل لها. محمد يحاول يقرأ الرموز بعزم أكبر، كل كلمة تصدر وميض. الضوء يغمر الظل، الظل يحاول يمسكه لكنه كل مرة يبتعد خطوة لقدام. فجأة الرموز على الأرض تبتلع الظل، الضوء يملأ كل زاوية والظل يصرخ بطريقة مكتومة: ليش؟ ليش؟ ليش ما تخاف؟ محمد يوقف في قلب الغرفة، التنفس ثقيل، يسمع همسات الأرواح اللي تحررت. شكرا، أخيرا الغرفة تهدأ، الظلام يختفي تدريجيا، والهدوء يعود للحويلي لأول مرة من سنين طويلة. لكن قبل ما يخرج يسمع صوت الطفل المخيف آخر مرة: الحويلي تراقبك وما تنسى أبدا. محمد يخرج، ضوء القمر يغمر وجهه، يتنفس بحرية، لكنه يعرف إن تجربة الحويلي تركت أثرا لا يمحى. وكل ظل، كل صوت غريب، كل مكان مظلم ممكن يكون تذكير للوحش اللي شافه داخل الحويلي. لكن عزيمته أقوى، ويقرر يحمي أسراره ويحاول يفهم المزيد عن الظل ولعنة الحويلي، لأنه يعرف إن النهاية ما زالت قادمة، وإن أسرار الحويلي الملعونة ما زالت تنتظر ضحية جديدة. وهني ينتهي الجزء الخامس مع شعور محمد نجا مؤقتا، لكن الحويلي والظل اللي واجهه لا يزالان يراقبانه، واللي جاي أصعب وأكثر رعبا، لأن الأسرار الحقيقية للحويلي لم تكشف بعد، واللعب مع الظلام ما ينتهي بسهولة. محمد واقف عند مدخل الحويلي مرة ثانية، الليل هادئ بس قلبه يدق بسرعة وكل شعرة بجسده واقفة من الخوف. فجأة يسمع صوت همس مخيف من كل زاوية: محمد، ليش تحاول تهرب؟ الصوت يرن في راسه، والظل الأحمر اللي واجهه قبل يظهر بعينيه من بعيد، يختفي ويظهر بسرعة وكأن الحويلي نفسها تعاكسه من بعيد. قرر محمد إنه لازم يواجه الحقيقة النهائية. قلبه مليان خوف بس عزيمته أقوى. دخل من الباب الرئيسي والهواء حوله بارد جدا، أصوات الأرواح تعلو، الجدران تتحرك، الرموز على الأرض تلمع بطريقة غريبة كأنها ترشد محمد لمكان محدد. وصل للطابق الثالث، هناك كل الغرف متغيرة، مليانة مرايا كبيرة، وكل انعكاس يعطيه تحذير: ما في هروب، لو تحاول تصير جزء من الظلام. محمد قلبه يوقف للحظة بس يتذكر قوة اللي اكتسبه قبل، ويقرر يواجه الظل مباشرة دون خوف. الظل ظهر كاملا، أكبر وأخطر، عيونه حمراء، الابتسامة الباردة على وجهه، يمتد يديه نحوه. محمد يركز على الرموز اللي على الأرض، يقرأ بصوت عالي الكلمات الغامضة من الدفتر القديم. الضوء يغمر الغرفة والظل يحاول الاختفاء، يصرخ بطريقة مكتومة: ليش؟ ليش ما تخاف؟ ليش؟ محمد يوقف، كل نفس يحاول يسيطر على خوفه. فجأة المرايا تتكسر، الضوء يملأ الغرفة والظل يبدأ يضعف، لكنه يقول: هذه المرة مو النهاية. محمد يصرخ: أنا ما أخاف، أنا أعرف سر الحويلي، ويبدأ يمشي نحو قلب الغرفة حيث الرموز تتوهج أكثر وأكثر.
وفجأة تظهر لوحة قديمة على الحائط تحكي قصة لعنة الحويلي قبل مئات السنين. عائلة كانت تسكنها، وكان فيها شخص مظلم يجمع أرواح من يدخلون الحويلي. كل روح تصبح جزء من الظلام وما حد يخرج حي. محمد يفهم الآن إن كل الأرواح اللي سمع أصواتهم قبل كانوا ضحايا، والظل اللي واجهه هو روح الشخص الملعون يسيطر على الحويلي ويحاول يجذب كل من يدخل لها. محمد يحاول يقرأ الرموز بعزم أكبر، كل كلمة تصدر وميض، الضوء يغمر الظل يحاول يمسكه لكنه كل مرة يبتعد خطوة لقدام. فجأة الرموز على الأرض تبتلع الظل، الضوء يملأ كل زاوية، والظل يصرخ بطريقة مكتومة: ليش؟ ليش؟ ليش ما تخاف؟ محمد يوقف في قلب الغرفة، التنفس ثقيل، يسمع همسات الأرواح اللي تحررت. شكرا، أخيرا الغرفة تهدأ، الظلام يختفي تدريجيا، والهدوء يعود للحويلي لأول مرة من سنين طويلة. لكن قبل ما يخرج يسمع صوت الطفل المخيف آخر مرة: الحويلي تراقبك وما تنسى أبدا. محمد يخرج، ضوء القمر يغمر وجهه، يتنفس بحرية، لكنه يعرف أن تجربة الحويلي تركت أثرا لا يمحى، وكل ظل، كل صوت غريب، كل مكان مظلم ممكن يكون تذكير للوحش اللي شافه داخل الحويلي. لكن عزيمته أقوى، ويقرر يحمي أسراره ويحاول يفهم المزيد عن الظل ولعنة الحويلي، لأنه يعرف أن النهاية ما زالت قادمة، وأن أسرار الحويلي الملعونة ما زالت تنتظر ضحية جديدة. محمد واقف خارج الحويلي، ضوء القمر يغمر وجهه، بس قلبه لا يزال ينبض بسرعة. كل خطوة يحسها صعبة، وكل ظل حوله يذكره باللي صار داخل الحويلي. فجأة يسمع صوت خافت من بعيد: محمد، ليش تركتنا؟ الصوت غريب، مزيج بين بكاء وهمس، وكأن الحويلي نفسها تحاول تلمس روحه للمرة الأخيرة. محمد يعرف إنه لا يمكن أن يرجع، لكنه يشعر بارتباط عميق بالظلام اللي واجهه. القرارات اللي أخذها، القوة اللي اكتسبها، كل شيء صار جزء من تجربة لا تنسى. فجأة في زاوية الشارع يلمح ظل صغير يختفي بسرعة، نفس الطفل المخيف اللي شافه قبل. يبتسم ابتسامة مخيفة ويختفي في الظلام. محمد قلبه يوقف، يعلم أن لعنة الحويلي لا تنتهي، وأن الظلام دائما يراقب من بعيد. يتذكر محمد المرايا، الرموز، والظل الكبير اللي حاول يمسكه. يدرك الآن أن الحويلي ليست مجرد مبنى مهجور، بل هي كيان حي يعيش على خوف كل من يدخلها، وكل روح محتجزة هناك تظل تنتظر ضحية جديدة. لكنه يشعر بالفخر، لأنه لأول مرة تمكن أحد من مواجهة الظل والنجاة وإنقاذ بعض الأرواح. محمد يبدأ يبعد عن الحويلي، كل خطوة تبعد عن الماضي، لكنه يسمع صوت همس خافت من داخل الحويلي يقول: ننتظر رجوعك. لحظة صمت، ثم يختفي الصوت والهدوء يعود. محمد يرفع راسه، يرى القمر مضيء بالكامل ويتنفس بحرية. يعرف إنه اليوم انتهى، لكنه يعلم أن الظلام يظل دائما حوله، يراقبه، يحاول التسلل في كل زاوية مظلمة. لكنه قرر إنه لن يسمح للخوف يسيطر عليه مرة ثانية. الحويلي تركته يعيش، لكنه ترك له درسا: الشجاعة هي ما تصنع الفرق، والظلام لا يمكنه الفوز دائما إذا كان قلبك قوي. محمد يبتسم لنفسه ويبدأ يمشي بعيدا، كل خطوة تقربه من الحياة الطبيعية، لكن ذكريات الحويلي ستظل مطبوعة في قلبه إلى الأبد. وفي لحظة أخيرة محمد ينظر إلى الحويلي من بعيد، يرى الظل يلمع في نافذة الطابق الأخير، وكأنه يودعه بصمت. يعلم أن القصة لم تنتهي بالكامل، لكنها الآن تحت سيطرته، وهو أكثر قوة مما كان عليه من قبل. الخاتمة، مع دعوة للاشتراك. إذا حبيتوا القصة وودكم تشوفوا بقية المغامرات المخيفة، لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلون الجرس حتى يوصلكم كل جديد من عالم الرعب والغموض.
وخلكم مستعدين، لأن الحويلي وأسرارها المظلمة ما زالت تنتظر ضحايا جدد. حويلي.